يوحى إليه فاهم، ماشي الله سبحانه وتعالى. هذوك اللي معاه يقولوا ليه هادشي صافي أكل الدواعي واش مالك عبد الله خرج برا يقول ما بقى تقول البوسي يدي ما تبقاش تقولوا الجلاله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم واحد النهار ناض واحد باغي يبوس ليه يديه، جاوبوه قال ليه هذه عادة من عادة كسرى وليس من عادة العرب. هل كانت تقبل يد أبو بكر؟ هل كانت تقبل يد عمر؟ هل كانت تقبل يد علي؟ ياك انت كتقول انت من الذريه ديال النبي، كتقول بانه انت من الخلفاء وانت هو دير بحالهم. واش فهمتي؟ انا كنظن بانه مصلحته يخرج بلا ويقول مليون فصاعدا ما بقى لا بوسه اليدين ولا بوسه الكتف ولا حتى كاين حتى كلمات الجلاله راه مس بالوحدانيه الله، لانه الجلاله كاين واحد اللي سميتو الجلاله هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ان اقول لبشر بحالو الجلاله. الجلاله اسم من الاسماء الحسنى، هادشي اللي كنعرف. دونك كان يمكن له هو يتفادى هادشي كله ويخرج بقانون منسلم. ثانيا يمكن له هو ما يديرهاش، ولكن كيبقى لي انا كمواطن كمسؤول سياسي ننفذ ما نبوسليش يديه. واش فهمتي؟ يعني من ناحيتين هو كان خصو يخرج بلا، والناس خصها تكون عندها عمود فقري. بما خلقناش عمود فقري بحال لاكورديون، خلقنا عمود فقري وقف قدامه لا سجود ولا لا الا لله. يوحى اليه فاهم، ماشي الله سبحانه وتعالى. هذوك اللي معاه يقولوا ليه هادشي صافي اكل الدواعي واش مالك عبد الله خرج برا يقول ما بقى تقول البوسي يدي ما تبقاش تقولوا الجلاله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم